يبدو أن الأجواء الدبلوماسية المشحونة بين فرنسا والجزائر منذ أشهر والغيوم الداكنة في سماء علاقاتهما تستقطب أي حدث في كلا البلدين لإضافة شحنة توتر جديدة وتشكيل برق جديد في علاقاتهما. الجديد مشاهدينا في الموضوع هو أن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتاريو حمل الجزائر فوضى الهجرة ومسؤولية هجوم مولوز الذي نفذه جزائري. نستمع لما قاله وزير الداخلية الفرنسي. مرة أخرى ضرب الإرهاب الإسلامي. فوضى الهجرة هي أيضا أصل هذا العمل الإرهابي. هذا شخص كان ينبغي أن تستعيده الجزائر. رفضت الجزائر القيام بذلك 10 مرات، وقد تابعت وزارتي مع القنصلية الجزائرية دون أن تقبل الجزائر على الإطلاق عودة شخص ولد في الجزائر. هذا شخص أدين بتهمة تمجيد الإرهاب، وهو شخص يعاني من مشاكل نفسية، وكان في وقت ارتكاب هذه الجريمة في وضع غير قانوني في المنطقة. تعقيبا على الهجوم الأخير، دعا جوردان بارديلا وهو زعيم حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد إلى اتخاذ موقف حازم ضد الجزائر وقطع التأشيرات عليها والمساعدات المالية عنها إذا استمرت في رفض استقبال الجزائريين المرحلين الذين يشكلون خطرا على فرنسا على حد قوله. لكن في المقابل انتقد سياسيون وإعلاميون تصريحات وزير الداخلية الفرنسي برونو. مثلا نقلت تقارير صحفية أن رئيس الوزراء الأسبق في زمن جاك شيراك دومينيك دي فيلبا قال إن القبضة الحديدية لا تجدي نفعا مع الجزائر، وأضاف أن المزايدة وتجديد الموقف لن يحل شيئا. الجانب الجزائري لم يرد على كلام برونو حتى الآن، لكن الإعلام الجزائري انتقد كلامه. مثلا صحيفة الخبر الجزائرية قالت في تقرير لها أن برونو لا يضيع فرصة ليحمل الجزائر مسؤولية كل شيء وأي شيء، وأن أصول الجاني كانت هدية من السماء لبرونو ريتاريو ليعطي دفعة جديدة لحملته ضد الجزائر. عملية الطعن بالسكين نفذها جزائري يوم السبت الماضي في مدينة ميلوز شرقية البلاد، وأدى إلى وفاة شخص وإصابة عدة أشخاص آخرين. وقد أكد شهود عيان أن المهاجم هتف الله أكبر أثناء هجومه. ماكرون أيضا وصف الهجوم بالإرهاب الإسلامي. الشرطة تمكنت من القبض على المهاجم البالغ من العمر 37 عاما واسمه إبراهيم، وكان مدرجا على قائمة الترحيل والإرهاب. كذلك اعتقلت الشرطة أشخاصا آخرين في إطار تحقيقاتها عن الهجوم. تدهورت العلاقة بين فرنسا والجزائر. هذا التدهور قد بدأ صيف العام الماضي بعد إعلان باريس عن دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، ثم ازداد التوتر بعد اعتقال وسجن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، ورفض الجزائر استقبال المؤثر نعمان بوعلام المعروف باسم دولامين المتهم بالتحريض على العنف. وتستغل الأحزاب اليمينية التوتر الدبلوماسي بين البلدين. مثلا برونو ريتاريو وهو المحسوب على حزب الجمهوريين، وهو حزب يميني ليبرالي أسسه ساركوزي، يقود حملة لإلغاء اتفاقية عام 1968 مع الجزائر، والتي كانت تمنح الجزائريين مزايا عدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل.